ولقيتني واقفة قدام الضابط وأنا كل إصرار وعزيمة وبقول له زي ما قلت لحضرتك أنا جاية أبلغ عن جوزي. بص الضابط ليا بصة كلها دهشة، بس الغريب والمدهش إنه بصلي وضحك. أيوة ضحك، لأنه بلاغي فعلا غريب من نوعه، ويمكن أنا الست الوحيدة في مصر كلها اللي فكرت إنها تقدم بلاغ في جوزها. وبعد الضابط ما خلص ضحك بصلي وقال لي يعني حضرتك لسه متجوزة من 5 أيام وجاية دلوقتي عشان ترفعي قضية وقضية طلاق ضد جوزك؟ وبعدها كمل كلامه وقال بس احنا مش محكمة الأسرة يا مدام. رديت عليه بعد ما مسحت دموعي اللي هو كان السبب فيها وقلت له انت اختلط عليك الأمر يا حضرة الضابط، أنا مش جاية عشان أتطلق من جوزي زي ما انت فاكر، بالعكس أنا جاية عشان عاوزة أرفع قضية زنا ضد جوزي. ولقيته قام من مكانه والدهشة كلها ملت ملامحه، وبعدها قال لي إيه؟ ترفعي قضية زنا ضد جوزك؟ ولقيته بصلي بصة طويلة وكأنه بيتأكد من سلامة قوايا العقلية، وبعدها قال لي يظهر إن حضرتك جاية تهزري، لو سمحتي أنا ما عنديش وقت عشان أسمع تخاريف زي دي. ولقيتني مرة واحدة برد عليه وأنا في حالة انفعال وبقول له أنا مش مجنونة ولا بخرف، ولو حضرتك شايفني كده فده لأنك راجل زيه وأكيد هتدافع عنه. رد عليا بصوت هادي وقال طب اهدي واحكي لي ايه اللي حصل، بس قبل ما تحكي لي أحب أعرفك حاجة، أنا مش بدافع عن جوزك لأنه راجل زيي، أنا بس متفاجئ من نوعية البلاغ دي، أول مرة في حياتي أسمع عن بلاغ بالشكل ده. طول عمرنا بنسمع إن الزوج هو اللي يحق له يرفع قضية الزنا ضد زوجته مش العكس. ولقيتني برد عليه وبقول له مش يمكن بلاغي ده يغير في القانون ويغير مصير حياة ستات كتير مدبوحة ومش عارفة تتكلم ودايما بتعاني في صمت. ولقيته رد عليا وقال صدقيني بلاغك ده ما هو إلا تحصيل حاصل، ومع ذلك أنا مستعد أسمع حكايتك. ولقيتني فعلا بقعد قدامه وبحكي له حكايتي كلها من أول ما بدأت. أنا مي، عندي 23 سنة، خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة. حكايتي ابتدت من 4 شهور بالظبط، وده لما خالتي جت عندنا البيت وقالت لماما اسكتي، في عريس لقطة جايباه لمي بنتك، دكتور صيدلي وعنده 28 سنة وشقته جاهزة مش ناقصها بس غير العروسة. وزي ما شفت الفرحة في عيون ماما، الفرحة كمان ظهرت على ملامحي. ومش كده وبس، ده أنا حسيت إن قلبي بيتنطط من الفرحة. أيوة، قلبي نبض مرة واحدة، وده لأنه أول عريس خبط على بابي، وغير كده كمان دكتور صيدلي، يعني مركز وقيمة و1000 بنت تتمناه. ولقيت ماما دخلت لي الأوضة بعد ما خالته مشيت، ولقيتها بتقولي عارفة إنك كنت واقفة ورا الباب وسامعة كل كلامي مع خالتك. ولقيتها كملت كلامها وقالت رأيك إيه يا حبيبتي، نخلي العريس يجي يتقدم؟ لقيتني مرة واحدة بقول لها خليه يجي يا ماما، ده أنا كنت مستنية اليوم ده بفارغ الصبر، نفسي أحس إني مرغوبة زي كل البنات. ولقيتها حضنتني وقالت لي 1000 مبروك مقدما يا حبيبتي، إن شاء الله يكون من نصيبك. وفعلا العريس جه اتقدم لي بعد يومين. أول ما شفته قدامي حصلت لي حالة غريبة مش قادرة على تفسيرها، بس كانت حالة أقرب للهروب من الواقع والعيش في دنيا الأحلام. كان شاب ملامحه جذابة لأقصى درجة، غير شعره الحرير اللي مخليه شبه نجوم السيما واللي خلتني أدوب فيه من أول نظرة. طول قعدة التعارف ما شالش عينه من عليا، وأنا كمان بصراحة كنت مركزة مع ملامحه وكأني بحفظها جوه قلبي، مع إن المفروض في اللحظة دي كنت أخجل واتكسف ويكون الكسوف هو اللي متربع جوايا، بس شغفي ولهفتي عليه خلتني أتعامل معاه بالإحساس اللي عايش جوايا. مع إن بابا وماما كانوا عارفين ردي وهو إني موافقة طبعا، بس بابا برضه حب يسألني وقال له ادينا وقت نفكر ونسأل عليك يا ابني، وانت كمان تسأل علينا. رد وقال أنا مش محتاج أسأل عليكم يا عمي،
لأن عارف أنا جاية ناسب مين. كلامه ده فرحني جدا وخلاني طايرة من السعادة. وبعد ما العريس مشي دخلت لبابا أوضته وقلت له: بابا لو بتحبني وافق عليه. ولقيت بابا بصلي بصة كلها حب وقال: يعني أفهم من كده إنك موافقة عليه يا مي؟ رديت عليه وقلت له: أيوة يا بابا، حاتم شاب كويس ومناسب وألف بنت تتمناه، فياريت تخليني البنت الأولى والأخيرة في حياته. ولقيته ضحك على كلامي وقال: يخرب بيت المسلسلات التركي اللي خلتك بتتكلمي معايا بالشكل ده. المفروض أشوفك مكسوفة والكسوف على ملامحك، أو تقوليلي على الأقل اللي تشوفه يا بابا، مش تبقي صريحة قوي كده. رديت عليه بنفس الابتسامة اللي على ملامحه وقلت له: اللي تشوفه يا بابا، بس بين قوسين أنا موافقة. ولقيته ضحك من كل قلبه وقال: حاضر يا حبيبتي، هرد عليه بالموافقة، بس على الأقل أسأل عليه الأول، دي أصول يا بنتي. رديت عليه وقلت له: أنت مش محتاج تسأل يا بابا، لأن خالته أكيد عارفاه كويس، وإلا ما كانتش رشحتني ليه. بابا في اللحظة دي اقتنع بكلامي، وفعلا بعدها بيومين اتصل على حاتم وبلغه بأنه يجي هو وأهله عشان نتفق على كل التفاصيل. والحمد لله حاتم كان مرحب جدا بيا وموافق على كل طلبات بابا. وفعلا اتخطبت لحاتم وبقيت أسعد بنت على وجه الأرض. ومرت على خطوبتنا شهرين وكنا فيهم زي روميو وجولييت من كتر الإحساس اللي ساكن جوانا، وسكن جوايا أكتر. وده لما لقيت حاتم في يوم بيكلمني وبيقولي: مي، أنا مش هقدر أخلي فترة الخطوبة سنة زي ما باباكي حددها. رديت عليه وقلت له: قصدك إيه يا حاتم؟ أنا مش فاهمة. لقيته بيقولي: أنا عاوز جوازنا يتم بأقصى سرعة، أنا مش هقدر أكون بعيد عنك أكتر من كده، أنت ما تعرفيش أنا حالتي عاملة إزاي. في اللحظة دي قلبي بجد كان هيقف من الفرحة. للدرجة دي حاتم متيم بيا وبحبي؟ للدرجة دي أنا البنت الوحيدة اللي خطفت قلبه وخليته عايش معاها؟ ولقيتني برضه برد عليه وبقوله: يا حبيبي، فترة الخطوبة بابا حددها عشان نقدر نعرف بعض أكتر، وأظن دي حاجة كويسة وفي صالحنا. رد عليا وقال: يا مي، إحنا مش محتاجين نعرف بعض أكتر من كده، إحنا خلاص بقينا كتاب مفتوح قدام بعض. والدليل على كلامي إن حابب أقولك على حاجة معرفش أنت كنتي عارفاها ولا لأ. ولقيته قال لي صدمة عمري، قال لي: مي، أنا كنت خاطب من مدة وما حصلش نصيب. فعلا الصدمة ظهرت عليا والفرحة ابتدت تختفي شوية شوية من على ملامحي. بس رديت وقلت له: ما حصلش نصيب عشان ربنا كاتب لك أكون أنا من نصيبك. ولقيته بيقول لي بحب: وانت أجمل نصيب يا مي. كمل كلامه وقال: أنا قلتلك على موضوع خطوبتي عشان لو في يوم هي مثلا كلمتك تحت أي مسمى ما تتفاجئيش وتقولي إني خبيت عليكي. ولقيتني برد عليه وبقول له: وهي تكلمني بخصوص إيه؟ كل شيء في الأول والآخر نصيب. وعشان ملامحي اتغيرت فجأة حاتم حاول يلطف الجو، ولقيته بيقول لي: أنا بحبك يا مي، وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري، ولو سمحتي بقى تفتحي والدك في الموضوع، أنا عايز جوازنا يكون في خلال أسبوع على الأكتر. وفعلا كلمت بابا زي ما طلب مني، بس لقيت بابا رد عليا وقال: إزاي بس يا مي؟ إحنا لسه ما جبناش كل الجهاز يا بنتي، أنا حددت الخطوبة سنة عشان أقدر أجهزك كويس، عاوزك تروحي بيت جوزك وانتي معززة مكرمة. رديت على بابا وقلت له: لو على الجهاز يا بابا ما تشيلش هم، حاتم مجهز الشقة كلها مش ناقصها أي حاجة، وغير كده كمان موافق نكتب قايمة. بصلي بابا باستغراب وبعدين قال: هو للدرجة دي بيحبك وشريكي قوي كده؟ رديت عليه بكل ثقة وقلت له: طبعا يا بابا بيحبني. لقيت بابا بيقول لي: ماشي يا بنتي، الجواز هيكون خلال 10 أيام، وأنا من بكرة هنزل أشتري كل جهازك، لازم تروحي بيت جوزك رفع راسك. وفعلا بابا نزل هو وماما واشتروا كل جهازي، وده طبعا بعد ما ماما باعت كل دهبها وبابا فك الوديعة اللي كان كاتبها باسمي، وده كله عشان يفرح بيا ويشرفني قدام عيلة جوزي.
وفعلا تم الجواز، وحاتم عمل لي أكبر فرح في أحسن قاعة في مدينة نصر كلها. فرحتي في اللحظة دي ما كانتش سايعاني، حتى ماما وبابا كانوا فرحانين فرحة ملهاش مثيل، مع إني البنت الوحيدة ليهم وهبعد عنهم، بس حبهم ليا نساهم طعم الفراق. وخلص الفرح وروحت شقتي مع جوزي حبيبي، وجت اللحظة اللي أي بنت بتستناها، لحظة الحب واللهفة اللي بتكون موجودة في عيون حبيبها. بس اللي حصل لي كان غير كده تماما. فجأة لقيت حاتم بيقرب مني، ومن غير مقدمات بقى جوزي قدام ربنا، بس من غير ما يراعي مشاعري وضعفي كأنثى. وفي اللحظة دي حسيت إنه حيوان وعايز ينال من الفريسة اللي قدامه مهما كانت الأسباب والدوافع. ولقيته بعد ما أثبت رجولته قدامي بيقول لي: أنا آسف يا حبيبتي، صدقيني أنا بحبك. معرفتش أرد عليه من صدمتي ومن التعب اللي حصل لي بسببه. تاني يوم الظهر ماما جت عشان تبارك لي وتطمن عليا. حاولت أتمالك نفسي وأخرج أستقبلها، مع إني بجد تعبانة ومش قادرة أتحرك. وفعلا خرجت واستقبلتها وحاولت أضحك وأهزر معاها، بس مرة واحدة لقيت ماما بتشدني من إيدي، ولقيتها بتقولي: مي تعالي معايا، عاوزاكي في حاجة. ورحت مع ماما أوضة نومي، ولسه يا دوب هقولها خير يا ماما لقيتها قالت لي بصوت مخنوق وكله قلق: هو عمل معاكي إيه يا بنتي؟ قوليلي يا مي وطمنيني. رديت عليها بصوت مليان دموع: اطمني يا ماما، كل حاجة تمام. حاولت أداري عن ماما اللي حصل لي عشان مش عاوزة أشوه صورته قدامهم، وعشان أنا بحبه ومش شايفة غيره. بس لقيت ماما كملت كلامها وقالت: انتي مش شايفة وشك أصفر ازاي؟ ولا مش واخدة بالك من النزيف يا بنتي؟ في اللحظة دي اترميت في حضنها وفضلت أعيط بحرقة، ولقيتها بتقولي: انتي هتيجي معايا للدكتورة دلوقتي عشان نطمن عليكي. وفعلا رحت معاها عند الدكتورة، ولقيت الدكتورة قالت لحاتم: ممنوع تقرب لمراتك لمدة أسبوع كامل، ده لو انت بتحبها بجد وواخدين بعض على حب زي ما بتقولوا. شفت الخجل في نظراته قدام ماما والدكتورة، ولقيته بعد ما خرجنا بيقول لماما: أنا متأسف جدا للي حصل لمي، وعشان أكفر عن غلطتي مي هتفضل عندك الأسبوع ده. ولقيتني ببصله وبقوله: معلش يا حبيبي، حرمتك من شهر العسل. رد وقال لي: ولا يهمك يا حبيبتي، المهم إن أطمن عليكي. وفعلا رحت مع ماما الشقة، ولقيتها بتقول بصوت عالي: مش فاهمة ده دكتور ازاي؟ هما بنات الناس لعبة؟ دي جريمة، فرق ايه عن اللي بيعتدوا على البنات؟ والاسم جواز. ولقيتني بقول لماما وانا دموعي مالية عيني: حاتم ملوش ذنب يا ماما، انا السبب، خوفي هو اللي وتره مش اكتر. كان لازم ادافع عن جوزي واقف جنبه مهما حصل. وعدى كام يوم وانا في بيت بابا وحاتم في شقتنا، كان كل شوية بيتصل يطمن عليا. وفي اليوم الخامس لقيتني بقول لماما: ماما أنا خلاص هرجع شقتي. ولقيتها بصت لي بدهشة وبتقولي: ترجعي ازاي يا بنتي؟ الأسبوع لسه مخلص. رديت عليها وقلت لها: الحمد لله أنا بقيت كويسة، وحرام أسيب جوزي لوحده أكتر من كده. وبعد كلام كتير مني ماما وافقت إن أرجع شقتي. ولقيتني بقول لها: اوعي تعرفي حاتم إني راجعة، عاوزة أعملها له مفاجأة وأفرحه. وفعلا رجعت شقتي، ويا دوب بعد ما فتحت باب الشقة ودخلت الصالة سمعت صوت جاي من أوضة النوم، ولقيتني بتحرك بالراحة ناحية الأوضة، وأنا قلبي كان بيدق من الخوف والقلق. وبمجرد ما وصلت عند الأوضة فتحت الباب ولسه هنادي على جوزي، لقيتني مرة واحدة اتسمرت مكاني من الصدمة. صدمة كانت كفيلة إنها تقضي عليا وعلى شبابي. وده لما شفت جوزي على سريري مع واحدة تانية، ويا ريتها أي واحدة، دي يارا خطيبته اللي قال لي إنه ما كانش بيحبها ومفيش بينهم تفاهم وإنه اختارني أنا. ولقيتني بصرخ وبقول له: ليه عملت كده؟ وسبتهم وخرجت من باب الشقة، ولقيته بسرعة حاول يجري ورايا ويلحقني، وفعلا لحقني. ولقيته بيقول لي:
مي، اسمعيني أرجوكي. اللي حصل كان غصب عني. أنا راجل، وانت بعدتي عني في أكتر أيام كنت محتاجك فيها. والبني آدم ضعيف. أنا بحبك لكن ما كنتش قادر يكون حياتي من غير واحدة ست. رديت عليه بضعف وقلت له: بتحبني؟ تقوم تخوني على سريري وأنا لسه عروسة ما فرحتش بحياتي؟ رد عليا وقال: دي كانت غلطة في حياتي، وعشان كده فسخت الخطوبة منها. بس للأسف الشيطان اتمكن مني وخلاني ضعفت، وحصل اللي حصل. رديت عليه وقلت له: للأسف عذرك أقبح من الذنب اللي انت عملته. وسبته ومشيت. سبته وأنا واخدة القرار بإني لازم أنتقم لكرامتي والقلبي اللي طعنه بسكينة تلمع. لازم أدمره زي ما دمرني وكسر فرحتي. لازم أوجعه زي ما وجعني. ولقيت الضابط بعد ما خلصت حكايتي رد وقال: للأسف يا أستاذة مي، قضيتك خسرانة من غير نقاش. رديت عليه وقلت له: يعني إيه حضرة الضابط؟ يعني حقي ضاع خلاص؟ رد عليا وقال: أنا زي ما قلتلك في البداية، الزوج بس هو اللي ممكن يرفع قضية زنا ضد زوجته، مش العكس. القانون بيقول كده. رديت عليه وقلت له: لو القانون فعلا بيقول كده، فأنا بقولك إن الشرع بيقول إن دي جريمة زنا ومكتملة الأركان. يعني مفيش فرق بين راجل وست، وربنا بيحاسب الست الزانية زي الراجل الزاني. إحنا عند ربنا واحد، ومفيش راجل هيقف قدام ربنا يقوله: سامحني يا رب عشان أنا راجل. ممكن القانون ما قدرش ينصفني لأنه من صنع البشر، بس اللي أنا واثقة ومتأكدة منه إن شرع ربنا أقوى من أي قانون. ولو فعلا مجتمعنا بيطبق شرع الله، كانت حاجات كتير سلبية اتغيرت. مفيش مبرر للخيانة تحت أي مسمى. الخيانة واحدة، سواء للست أو للراجل. ولو هنقول على خيانة الراجل نزوة وطيش شباب، يبقى نقول على خيانة الست برضو نزوة وبكرة ربنا يهديها. الزنا جريمة، مش مجرد غلطة، وعقابها مذكور في القرآن وفي كل الكتب السماوية. يعني مفيش داعي لكل المبررات اللي انت عاوز تقنع بيها غيرك عشان بس تكمل معاه.